والسلام على مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد. ويسعدنا ان احنا يكون معانا القس إيهاب لمعي راعي الكنيسة الإنجيلية بالعمرية. أهلا بحضرتك، كل سنة وانت طيب. وبيسعدنا ان يكون معنا ايضا في الاستوديو على الهواء مباشرة دكتور وليد محمد النظامي، منسق عام بيت العائلة المصري بالإسكندرية ورئيس الخطاب الديني. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. كل سنة ومصر كلها بخير وسعادة وسلام. في الحقيقة يمكن في هذه المناسبة بنقول كلمة يمكن قالها الدكتور أو السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية أثناء تهنئته لقداسة البابا. قال إن الأشرار إلى زوال ولن تبقى إلا الأخوة. تعليق حضرتك على هذه الكلمة؟ وحقيقي لن تبقى في مصر إلا الأخوة الموجودة بيننا. نحن نسيج واحد عشناه طوال العمر ومرت علينا فتن كثيرة، لكن ظللنا بنسيجنا الواحد أخوة. في البداية أنا بشكر دعوتكم الكريمة لكون موجود معاكم في صباح الخير. من خلال القناة بوجه كل الشكر والتقدير والاحترام، وبقدم خالص التهاني لكل المصريين، كل شعب مصر، يا رب بكل خير وبسلام، والأيام اللي جاية تكون أيام بتحمل كل خير وسلام ورخاء لكل شعب مصر بكل فئاته وأطيافه. أما بالنسبة لسؤال حضرتك، فأنا هتكلم تاريخيا ونتكلم خلال الدينيا. مرينا بحاجات كتير جدا من هذا القبيل، فتن كثيرة، حروب كثيرة، وظل المصريين نسيجا واحدا في كل الفترات وفي كل الحروب وفي كل الصراعات. ظللنا كتفا بكتف مع بعضنا. زي ما بقول لسيادتك انه تاريخيا مصر مرت واجتازت بأزمات كتيرة جدا، لكن الشعب المصري أثبت على مر التاريخ انه شعب قوي، شعب صلب، شعب متماسك. مفيش أي مؤامرات خارجية تقدر تهز أو تحرك أو تحدث انقسام أو فرقة بين المصريين، حتى ولو في حد بيحرك أشخاص في الداخل. لكن أنا سامع تنهيدة من حضرتك في أول الإجابة. إحنا فعلا بنأسى ونأسف لأي دماء بتسقط لأي إنسان على أرض هذا البلد. في النهاية هي دماء مصرية أكيد، والدم المصري هو دم غالي، لأنه شعب مصر وأرض مصر غالية. لكن الحقيقة اللي بتثبت تاريخيا أنه كل مؤامرة وكل دسيسة ودسائس تدبر وكل مكيدة تدبر ضد مصر ضد شعب مصر فهي دائما إلى زوال. ولو أتكلم من الناحية الدينية، أنه الانتصار دائما هو للخير، حتى وإن كان في الظاهر العام أو في الشكل العام مهما مد فترة الشر هي فترة قد تطول وقد تقصر، لكن في النهاية سوف ينتصر الخير. شعب مصر هو شعب خير، يحب الخير، يسعى للخير ويعيش للسلام، ودي سوف تظل مصر متماسكة قوية حتى النهاية إن شاء الله. دكتور وليد، في الحقيقة يمكن قداسة البابا رد على السفير أحمد أبو الغيط وقال إن هذا العنف غريب عن الطبيعة المصرية، والمصريين عاشوا على ضفاف نهر النيل فشربوا منه الحياة وشربوا منه المياه رمز الحياة، وشربوا منه الاعتدالية فهو نهر هادئ. دي كلمات فعلا بتعبر عن كل مصري، تعبر عن ان احنا فعلا اما بنشرب من هذا النيل بيبقى لنا طابع خاص، طبيعة خاصة تتغلب على طبيعة كل الشعوب
على أرض البسيطة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، وأصلي وأسلم على رسل الله أجمعين، وبعد. في الحقيقة شكر واجب لقناة اسكندرية بصفة عامة ولهذا البرنامج بصفة خاصة. جزاكم الله خيرا، أتحتنا الفرصة أن احنا نكون موجودين معاكم ونشارك في هذا العمل الكبير، لأن السلام مبدأ أرساه الإسلام. فالسلام هو الأساس في الإسلام، بل القاعدة التي أرساها الإسلام، لأن الإسلام مشتقة من السلام، والسلام مشتق من الإسلام، فكلاهما يوفر الأمن والأمانة، ويجعل الإنسان في طمأنينة، ويجعل الإنسان في استقرار. وجعل الإسلام تحية المسلمين مع بعضهم البعض أو مع غيرهم من أهل الكتاب أو غيرهم من الناس بصفة عامة السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسبب هذا أن السلام أمان، ولا يأتي الكلام إلا بعد الأمان. فأنت تقول السلام عليكم ورحمة الله، فأل هنا المعرفة، الكلمة معرفة بالألف واللام، معناه أن الإنسان يكون في سلام وفي أمن وفي أمان منك. ولذلك أسس الإسلام للتعايش السلمي. مبدأ التعايش في الحقيقة نعم. مبدأ كان واضحا في الإسلام وفي القرآن تحديدا. نعم. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. نعم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. التواصل والترابط الذي أرساه الإسلام. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأهل الكتاب خيرا، فقال: من آذى ذميا أو معاهدا فقد آذاني، أو قال: فأنا خصمه يوم القيامة. فالإنسان هنا الذي أرسل قواعد والذي استقر عليها واتبع منهج الله تبارك وتعالى في استقرار وفي فهم صحيح لمبادئ هذا الإسلام التي أرساها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو حامل لواء الإسلام. قال الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومصر أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها خيرا، وقال الله عز وجل عنها: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وبإذن الله تبارك وتعالى تزال كل العقبات وتزال كل الأمور التي ليس لها أساس في مصر، والفهم الصحيح للدين الإسلامي يجعل الناس جميعا في أمن وفي سلام. بل إن التقسيمة لحقوق الجوار في الإسلام: جار له 3 حقوق، جارك قريبك المسلم له حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. وجارك جار له حقان، هو جارك المسلم له حق الإسلام وله حق الجوار. وجارك الذي له حق واحد هو جارك غير المسلم له حق الجوار. إذا راعى الإسلام هذا التكامل الكبير العظيم في العلاقات والمعاملات، ووضع الأسس التي يسير عليها الناس جميعا. كلنا نعلم هذه التعليم بالفعل. نعم. ولكننا نرى في النهاية هذا التعصب المقيت وهذا الإرهاب الخسيس. نعم. يعني كيف، ويمكن احنا طبعا في مجال تهنئة إخواننا المسيحيين، كيف نستطيع أن نعيد يعني ترتيب أفكار هؤلاء الناس اللي يعني بيخرجوا عن كل القواعد وكل النواميس وكل الآراء اللي احنا بنعرضها. نعم، جزاك الله خيرا. بالنسبة لهذا الموضوع الهام، بداية لابد أن نحدد أن الإرهاب لا يرتبط بدين ولا بمكان ولا أكيد. بزمان، فليس أكيد. له وطن وليس له دين وليس له. فالإسلام نهى عن كل ما فيه إرهاب، بل إن وصية النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في عامكم هذا، ألا هل بلغت ألا هل بلغت. ثم أوصى الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد أن وضع هذه القاعدة: ويحكم لا ترجعوا من بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالإرهاب لا دين له ولا وطن له، بل إن هذه الأفكار السميمة لا تكون في كل الأطياف وفي كل الجماعات وفي كل الطوائف، لكنهم يحاولون تسميم العلاقة تحديدا ما بين المسلم والمسيحي. هذا الأمر يعني إن شاء الله مستقر ولن يزعزع، لأن الجميع يفهم أن هناك استقرار وأن هناك يعني علاقة قوية بين كل مسلم وبين كل مسيحي على وجه مصر أو على أرض مصر بصفة خاصة وعلى العالم بصفة عامة، لأن الإرهاب لا يفرق بين مسلم وبين مسيحي. فالأحداث المؤسفة السابقة كان هناك في شارع مسجد السلام في الكمين الذي قتل على إثره بعض الجنود وبعض السادة الضباط وبعض المارة من هذا المكان. بعدها بيومين مباشرة الأحداث المؤسفة للكنيسة، وهكذا. فلا يفرق الإرهاب بين هذا وبين ذاك، لكننا نعمل جميعا في مصر في العموم وفي بيت العائلة على وجه الخصوص على إزالة هذه الفتن وإظهار روح التعاطف والترابط والتماسك الذي دعا إليه الإسلام ودعا إليه رسولنا عليه الصلاة والسلام. في ميلاد المسيح رسالة تسامح وسلام للعالم بلا شك في الأعالي، وسلام على الأرض وعلى الناس المسرة. يعني هذه الرسالة ونحن في ذكرى ميلاد المسيح، كيف نبلغها للناس وكيف نوصلها وكيف نؤصلها؟ لأننا ما زلنا في حاجة إلى شيء من إعمال الفكر، لأن بداية الإرهاب تأتي من فكر. اللي سيادتك ذكرته دي كانت أنشدت الملائكة، وهي تنشد في ميلاد السيد المسيح: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. فهي دعوة سلام ودعوة فرح وابتهاج. وفي شخص السيد المسيح كان عنده قبول للآخر. السيد المسيح قدم شفاء لمن هم خارج الدائرة الشعب اليهودي. فجاءت امرأة فينيقية ابنتها مريضة، وفينيقية هي لبنان، وهي ابنتها مريضة، فقدم لها الشفاء دون أن ينظر إلى جنسها أو لغتها. قائد روماني، والرومان وقتها كانوا يحتلون اليهودية في ذلك الوقت، ومع ذلك قدم الشفاء أيضا لهذا المريض ابن وخادم أيضا القائد الروماني. فهي رسالة تعايش ورسالة قبول للآخر ورسالة محبة ورسالة سلام. والسيد المسيح قدم التعليم الرائع الجميل والآية المحفوظة لدى كثيرين: أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. فهي رسالة سلام ورسالة محبة. وهنا أنا عايز أقول أنه الأديان جاءت لصناعة السلام. طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون، بمعنى الله بيدعو إلى السلام، ومن يسعى إلى السلام فهو بالفكر الروحاني هو ابن لله، ليس بالفكر الجسد المادي، لكن بالفكر الروحاني هو ابن، لأنك تقدم فكر الله، تقدم فرح للآخر، تقدم بهجة للآخر. وهنا من خلال برنامج سيادتك والقناة اسكندرية بقول محتاجين في الخطاب الديني بتاعنا أن يكون خطاب بيحمل سلام، وخطاب بسميه خطاب بيتعايش مع الواقع، ما يكونش الخطاب المنفصل عن الواقع. ما أنا لازم يكون في تفعيل للمفاهيم الدينية الصحيحة. فلازم الخطاب الديني اللي أنا بقدمه كرجل دين مسيحي لازم يكون مرتبط بالواقع، ما يكونش منفصل. هذا يعني محتاج أن يكون موجود في مناهج دراسية، خاصة مسألة الأفكار دي بترسخ مع الأجيال، وبالتالي
يعني إيجادها في الأجيال الصغيرة منذ الصغر وتربيتها وتنميتها، أعتقد أنها يعني تؤتي ثمارا على المدى الطويل جيد لمجتمعنا، خاصة أن مصر يعني مش عايزين ننسى أن السيدة مريم والسيد المسيح أو إلى مصر طبعا. وقت أن كان هناك اضطهاد في مكان آخر. ما ننساش أن مصر كانت مهبط لسيدنا موسى وأشياء كثيرة، يعني هي مهبط الأديان الثلاث. فيعني في هذا الإطار وهذا المفهوم ما الذي نحتاجه في مناهجنا في المرحلة القادمة؟ يعني أنا محتاج إنه يكون عندنا في تناغم في المنظومة المصرية، كل المؤسسات كلها بالضبط. لما بقول المنظومة المصرية فأنا بأعني كل المؤسسات، ونحتاج إنه يكون في خريطة واضحة، وبنشتغل كمؤسسات على معاني وقيم بيحتاجها المجتمع المصري. فعلى سبيل المثال لو بنقول انه قيمة قبول الآخر وقيمة التعايش المشترك ومفاهيم قبول الآخرين، محتاج ان هي بتكون بتقدمها الكنيسة، بيقدمها المسجد في ذات الوقت، بتقدمها المؤسسات التعليمية أيضا في ذات الوقت، المؤسسة الإعلامية هي بتنبر، فيكون في منظومة كاملة متكاملة متناغمة بخريطة واضحة بمفاهيم واضحة. بالظبط كده زي سيادتك، يعني هدي تشبيه بسيط دايما بقوله عندي في كنيستنا في العمرية، لما تحب انك انت تعمل تأثير بص على الإعلانات. سي مثلا، يعني طبعا يعني ده مش دعاية لسلعة ما، لكن بتلاقي انه سلعة معينة بيتم الإعلان عنها بأكثر من طريقة وبأكثر من أسلوب. فأنا محتاج إنه قيم معينة أظهرها بالضبط، أظهرها بأكثر من طريقة. فلما يكون الطفل في المدرسة بيلاقي تعليم عن مفاهيم وقيم التعايش المشترك والمحبة والسلام والإخاء وقبول الآخر، لما يكون في المؤسسة الدينية نفس المعنى، في المؤسسة الإعلامية نفس المعنى، فهو أصبح محاط وإلحاح غير عادي. فأنا بغدو على الطريق اللي احنا محتاجينه كمصريين، أنا في رأيي في هذا الوقت بالذات. دكتور وليد، هل نحن بالفعل محتاجين إلى لغة أخرى في التعامل مع القضايا الخاصة بالتعايش ما بيننا، القضايا الخاصة بقبول الآخر؟ لأن تعاليم ديننا واضحة بلا شك، لكن هناك شيء ما محتاج إلى أن نغير في أسلوب توصيل لغتنا إلى ولادنا وأطفالنا وشبابنا ومن يتلقون منا. نعم، جزاك الله خير. هو القصة بتكمن في إيه؟ إن كل عمل بشري يعتريه النقص لا شك، ويحتاج إلى إصلاح وإلى ضبط. لذلك بالنسبة للخطاب الديني نحن نركز عليه في بيت العائلة المصرية أن يكون من الجانب الإسلامي أو من الجانب المسيحي فيه ابتكار للأسلوب وفيه جذب للمستمع، والبعد عن ألفاظ تنفر أو تشتت أو تدعو حتى ولو غير مقصود، عن غير قصد. نعم، عن غير قصد إلى الفرقة أو إلى الشحناء أو إلى البغضاء. إزالة يعني الحواجز التي بين البشرية جمعاء، لأن الأخوة التي أرساها الإسلام هي أخوة في الإسلام وأخوة في البشرية، تعامل عام، منظومة عامة رسمها الإسلام بكل مناهج. فنحتاج إلى الضبط ونحتاج إلى الإضافات ونحتاج إلى ابتكار الأسلوب. لذلك كنت في مؤتمر ما فسئلت ما يعني معنى تجديد الخطاب الديني، وهو على الساحة يظهر منذ فترة قصة تجديد الخطاب الديني. وفي مؤتمر آخر سئلت هل يعني تجديد الخطاب الديني معناه أن نسقط النصوص أو ما إلى ذلك، فقلت أن تجديد الخطاب الديني معناه الابتكار في الأسلوب، لأن الثوابت واحدة لن تغير، لكن الابتكار في الأسلوب والأداء كيف تصل إلى قلب المستمع، وكيف تصل إلى يعني إشباع فكره، لأن هذا الذي يذهب إلى مكان آخر لم يجد إشباع رغباته عندك،
لابد أن تشبع رغباته، تشبع فكره، يعني توجهه التوجيه السليم الصحيح، الفهم الصحيح لنصوص الدين الإسلامي من خلال كتاب الله ومن خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الله عز وجل جعل تحية المؤمنين في الجنة السلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، والملائكة تحيي المؤمنين في الجنة بالسلام يوم العرض على الله رب العالمين. إذا لابد أن يكون هناك انطلاقة ننطلق منها في حياتنا الدنيا حتى نصل إلى الآخرة، لأن الإنسان في حياته كلها يعيش ثم ينقضي عمره، فلان رحل إلى الله عز وجل، لكنه سيسأل أمام الله تبارك وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بيت العائلة ودوره في ان هو يجعل هناك نوع من الوئام والاتساق ما بين المؤسسات، ويمكن حضرتك ذكرت هذا في كلامك. يعني هل هو كيان او مؤسسة يمكن ان تلعب دورا هاما في هذه المرحلة من تاريخ الوطن؟ محتاج انه دايما بقول انه نتشابك ونتقارب ونتصارح. نحتاج ان احنا بننزل الى ارض الواقع. انا محتاج ان احنا نكون متواجدين مع رجل الشارع. هدي حضرتك نموذج بسيط. لما الجيران اللي حوالينا في الكنيسة شايفين مولانا بيدخل عندي الكنيسة ومتواجد عندي في الكنيسة، قد ايه ده بيكون بيدي رسالة سلام، حتى ولو كان يعني بينظر لهذا الامر ان هو حاجة شكلية او مظهرية. انا محتاج انه عشان اصحح مفهوم الناس لازم يكون بالعمل. الجانب العملي. انا ليا اصدقاء من اصحاب الفضيلة عندنا في منطقة العمرية وبيتزوروا وبيجوا يزوروني وبيدخلوا الكنيسة، فقد ايه الموضوع ده بيفرق قوي بالنسبة للمواطن في الشارع. عايزين ده بقى ينزل للمواطن. ما انا بقول لسيادتك انه يكون متواجد مع المواطن في الشارع. تواجد. عندنا في الكنيسة الإنجيلية بنعمل حاجة تقليد ظريف وجميل جدا، اتمنى خلال الشهرين اللي جايين تشرفونا فيه. احنا بنعمل تكريم للأمهات المثاليات في منطقة العمرية عندنا. فبنكرم دايما 8 أمهات، 4 مسيحيات و4 مسلمات. وبيكون متواجد معانا صاحب الفضيلة مدير أوقاف العمرية متواجد معانا، السيد رئيس حي العمرية متواجد معانا، كل القيادات موجودين معانا، وبيكونوا جيراننا والناس اللي جنبينا، وبنكرم الأمهات المسيحيات والمسلمات، أو بشكل عام المصريين، الأم المصرية بشكل عام. قد إيه حاجة زي كده بتحسس الناس وتدي انطباع إيجابي إنه الكنيسة بتكرم الأم المصرية. فدايما بقول كل ما أكون متواجد في الشارع وملتحم بالشارع ورجل الشارع بيشوف جانب عملي وتأصيل لعمل، ده بيدي انعكاس إيجابي حقيقي لدى المواطن العادي، وبيصحح بعض المفاهيم انه والصورة طبعا الذهنية اللي موجودة عند الكثيرين ان وقت الأزمات بنطلع يعني لا سوري آسف، يعني بنطلع يعني الشيخ وبنطلع السيس، والاثنين يعني بيتقابلوا ويحتضنوا بعض والقصة انتهت. احنا عايزين الموضوع بيكون متواجد، لأن الموضوع مش الصورة الذهنية اللي في ذهنكم، لكن الفكرة انه في تلاحم، في تواجد، في تعايش حقيقي، الناس شايفة بعينيها ولمسة الأمر ده، فبالتالي بيطرق أثر إيجابي لدى المواطن العادي البسيط جدا اللي ما يعرفش غير انه الصورة بشكل عام على أرض الواقع اللي هي الصورة الحية بتدي انعكاس إيجابي حقيقي. دكتور وليد، رسالة محبة وسلام في العام الجديد تقدمها لمشاهدينا في الوطن وأبناء الوطن الواحد. حفظكم الله. بيت العائلة المصري أو له فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ولاية غير عادية، فهو ينقسم إلى قسمين، نصفه من المسلمين ونصفه من المسيحيين.
تعمل من خلال لجان. هذه اللجان على أرض الواقع، منها مثلا لجنة الثقافة الأسرية كما تفضل أخونا، تكرم المسلمين والمسيحيين، الشعب المصري بصفة عامة، وهكذا لجنة التعليم، لجنة الخطاب الديني إلى آخر هذه اللجان. أما رسالة السلام التي أوجهها للشعب المصري ولإخواننا أن تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم. فبالسلام وبالمحبة وبالترابط يكون بإذن الله تبارك وتعالى النجاة في الدنيا وفي الآخرة. وأنتهز هذه الفرصة أن يعني أقول لإخواننا المسيحيين ولكل المصريين كل عام وأنتم بخير. القس إيهاب حلمي راعي الكنيسة الإنجيلية بالعمرية، رسالة سلام في عام جديد يمر على هذا الوطن. أنا بقول لكل شعب مصر كل سنة وأنتم طيبين، كل المصريين كل سنة وأنتم طيبين. بقول لشعب مصر خلينا نبص لقدام، ولما بنركز على الهدف، والهدف الأوحد هي وطننا مصر، بننسى أي فروقات وبننسى أي اختلافات وبننسى أي تصنيف أو أي شيء، لكن يبقى الوطن. ودايما بقول لما تكون عينينا بصر قدام، نظرة للمستقبل، رؤيتنا للواقع هتكون مختلفة، رؤيتنا لبعضينا هتكون مختلفة، ولن يبقى وتبقى إلا مصر، وطن عزيز جميل، وطن في قلوبنا، وطن عايش جوانا وإحنا عايشين فيه. وبختم بقول تحيا مصر. تحيا مصر. هذا هو الختام الجميل الرائع للقائنا، وتهنئة لإخوتنا في الوطن، شركائنا في الوطن. وبشكر الدكتور وليد محمد النظامي، منسق عام بيت العائلة المصري بالإسكندرية ورئيس الخطاب الديني، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك، جزاكم الله. وكل الشكر والتحية والتهنئة للقس إيهاب حلمي راعي الكنيسة الإنجيلية بالعمرية. شكرا جزيلا. فاصل ونرجع لكم مرة تانية. ما تنسوناش احنا معاكم وخليكم معنا. ما هذا؟ إنه طفل جميل كأنه ملاك. ابن من يا ترى؟ من وضعه هنا؟ هل هو ابن مريم العذراء التي تقبع متعبة في زاوية المغارة؟ كيف يكون ذلك ومريم ليس لها زوج؟ هل هو طفل بلا أب؟ عما تتحدثان أيها الصديقان؟ عن طفل المزود. أي طفل هذا وأي مزود؟ عن ابن مريم الذي ولد من غير أب. ماذا؟ نعم، والذي كلمنا في المهد. تكلم في المهد؟ أجل، وقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أجل، سيكون لهذا الطفل شأن خطير في المستقبل. ماذا تقول أيها الكاهن؟ لا شيء لا شيء. لا تخبر أحدا بمجيء الطفل حرصا عليه. خذاني لأراه. مولاي، كاهن المعبد اليهودي يتشرف بحضرة ملك البلاد.
حكام الرومان وملك أرض فلسطين. تفضل أيها الكاهن وقل ما تريد. ما سر زيارتك هذه يا ترى؟ أمر خطير يا سيدي، خطير جدا. ماذا في الأمر أيها الكاهن؟ أقلقتني. لقد ولد الطفل. عمن تتكلم؟ عن طفل معجزة ولد بدون أب وتكلم وهو لا يزال في المهد. حقا؟ وسيكون نبيا لبني إسرائيل ومصدر خطر على ملكك. ماذا تقصد؟ قد يحرض على انتزاع ملكك عندما يكبر. انتزاع ملكي؟ أجل، ونصبح نحن كهنة اليهود بلا قيمة أو سلطان. ماذا تقول أيها الكاهن؟ هذه مؤامرة على ملكي. سيطير رأسك ورؤوس جميع كهنة اليهود إن لم تأتني بهذا الطفل. صحيح أن هناك نبوءة قديمة تتحدث عن مولد الطفل، ولكن من يصدق أن يولد إنسان من غير أب؟ اذهب من أمامي ولا ترني وجهك إلا ومعك ذاك الطفل. لا شك أن ولادة الطفل صحيحة، ولكن ماذا لو حرض على انتزاع الملك مني وفقدت سلطاني على البلاد؟ لا لا، لن أسمح بهذا. أيها الحرس، أيها الحرس، اذهبوا وأتوني بالطفل فورا، أو اقتلوا جميع الأطفال الذين ولدوا حديثا. هيا يا أخي أسرع، لابد أن نساعد مريم على الهروب بطفلها. ألم تسمع ما يقولون؟ أجل، فقد قتلوا كل الأطفال حديث الولادة ونخشى أن يصلوا إليه. هيا فلنسرع. وخرجت مريم البتول مع وليدها عيسى عليه السلام إلى مصر، وقطعت صحراء سيناء برفقة قافلة كانت تتجه إلى أرض مصر. أعزائي المشاهدين، هناخدكم في عناوين وأخبار اليوم وجولة سريعة فيما جاء من منشطات وطبعا تحليل لكل منشط وخبر معانا من خلال لقائنا على الهواء مباشرة في صباح اسكندرية. أستاذ مرشدي عبد النبي في جريدة المساء، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيب، كلنا طيبين يا رب. أيام الأخبار كلهم بخير وسلام إن شاء الله. ان شاء الله. ايام جميله بتمر علينا حقيقي، بنتعلم منها وبنستفيد وبنغير مفاهيم جديده والتطوير حتى مش بس في المفاهيم، في الافكار، في كل حاجه، وكمان الاخبار. نبدا باول خبر معانا. السيسي من الكاتدرائيه المرقسيه افتتاح اكبر مسجد وكنيسه في مصر بالعاصمه الجديده. احنا عايزين بقى ايه نقف وقفه عند هذا المنشط ورؤية، مش هقول رؤية تحليلية، رؤية استعراضية لكل الأحداث اللي مرت والود والمحبة اللي بيننا الحمد لله اللي مش هيكسرها حد أبدا. طبعا الكلام ده جاء في خلال تهنئة الرئيس السيسي بأعياد الإخوة الأقباط في الكنيسة أمس مع البابا تودروس. وطبعا كانت زيارة ليست جديدة على الرئيس السيسي، تهنئة الإخوة الأقباط بعيدهم، ده منذ توليه المهمة وهو يحرص على ذلك، لكن السنة دي كان لها طابع خاص نظرا بعد حادث البطارسة اللي كان حدث وأسفر عن وفاة استشهاد أكثر من فرد يعني في الحادث ده. ومؤخرا كان في اسكندرية حالة الذبح اللي حدثت في شارع خالد بن الوليد في اسكندرية، وبرضه كانت على يد ملتحي، بس ما كانش
كانش يعني غالبيه الامور وتحقيقات النيابه اكدت ان ملوش علاقه بالايه، ملوش اي ميول سياسيه والكلام من ده، وهو كان فكره خاطئ مش اكتر. فكانت لازم الزياره دي جت في توقيتها، والرئيس بيأكد دايما على ان احنا شعب واحد ونسيج واحد ومفيش فرق ما بين مسلم ومسيحي على ارض مصر. وطبعا بيأكد ان شاء الله العام المقبل سيتم انشاء في العاصمه الاداريه اكبر مسجد واكبر كنيسه في العاصمه الاداريه، واعطى اوامره لكل المقاولين وكل الشركات اللي تعمل في هذا المجال بسرعه الانتهاء من الكنيسه والمسجد علشان يتم افتتاحهم في مثل هذا التوقيت من العام المقبل ان شاء الله. يمكن رؤيه كمان امبارح في تأمين الكنائس كان جميل، والفرحة والبهجة والورود المتنقلة ما بين أيدي خطة شاملة لوزارة الداخلية عاملاها منذ فترة، يعني منذ شهر تحديدا، وحالة طوارئ قصوى في وزارة الداخلية لتأمين الكنائس. واحنا بنشوف بعينينا دايما دوريات مرورية على الكنائس الشرطية ومن القيادات كلها، يعني سواء في اسكندرية أو في جميع المحافظات، حتى لا يتكرر أي تخاذل ولا يحدث حادث لا قدر الله مثل ما سبق في كنيسة البطرس. الجميل كمان ان اخبارنا النهارده فيها اشياء من الايجابيه. وتاني خبر معانا مؤشرات على قرب تجاوز الازمه الاقتصاديه، 319 مشروعا جديدا على 33,000 فدان باستثمارات 9 مليارات جنيه. دي بقى نوع من التفاؤل تدينا تفاؤل شويه ان شاء الله في الفتره المقبله. واحنا زي ما الرئيس وعد ان قال ان شاء الله في خلال 6 شهور احنا هنبدا نجني ثمار المشروعات اللي احنا بنعملها. وعلى فكره احنا في مشروع ضخم لسه الناس ما عندهاش خلفيه بيه قوي، ان احنا عندنا اكتشافات في البحر المتوسط وتحديدا في منطقه المعديه وعلى ساحل وخط إيدكو ورشيد، في اكتر من منجم بترول تم اكتشافه، وحاليا هيبقى في شركات روسيه دخلت في هذا المشروع هتوفر لنا، هيبقى في خط غاز، انتاج خط غاز مباشره من مصر الى دول اوروبا مباشره، وده هيوفر لنا هيدخل لنا عمله صعبه كبيره جدا ستسهر بالطبع في انخفاض سعر الدولار وعوده ان شاء الله، نتمنى عوده الاسعار اللي سابق عقدها منذ عده اشهر، مش الايام دي اللي هي وصل سعر الدولار تجاوز ال20 او في حدود ال20 جنيه. فده ان شاء الله نظره تفاؤليه للبلد، ونتمنى بس سرعه الانتهاء من تلك المشروعات علشان المواطن يشعر بالتحسن النسبي في البلاد. هنأخذ على مستوى بقى القضايا الإقليمية. هناك منشط بالرئيس وملك البحرين يبحثان القضايا الإقليمية. رؤية استعراضية لهذا اللقاء، واحنا عندنا قضايا كثيرة. لا هو يعني في دول عربية طبعا تؤكد دائما وابدا مساندتها لمصر، وطبعا على رأسها دولة البحرين والرئيس حمد دايما دائم يعني شراكة مستمرة مع الرئيس المصري ودولة مصر، ويعني بيكون دولة مصر والبحرين دايما نسيج واحد، ودايما في علاقات متبادلة وخبرات مع بعضنا البعض، ودايما بيبقوا واقفين جنبنا في أي ظرف احنا بنكون على مشرفه يعني. وليست جديدة منذ تولي مهمة الرئيس السيسي، واحنا دائما دولة البحرين واقف داعم لمصر، لان دايما امن على كلام الرئيس السيسي دائما امن الخليج من امن مصر بالزبط. وده اللي بيأكد عليه مرارا وتكرارا، حتى لو في بعض الدول حدث ما بينها في بعض الشوائب او ما شابه ذلك، دايما ان شاء الله سرعان ما بنتجاوز هذه المرحلة، لان زي بنأكد ان امن الخليج من امن مصر ان شاء الله. يمكن دخلنا في هذه المرحلة عدة مرات، ولكن الحمد لله زي ما حضرتك قلت استطعنا ان احنا نتجاوز ولكن يعني هي مجرد وقت ومدعاة للتفكير بالزبط. بشكل اعمق يعني. مقتل 9 تكفيريين استهدفوا نقاط تأمين للجيش الثالث، ودي من الاحداث الكثيرة اللي شاهدناها يمكن العام الماضي بشكل كان مفجع. لازم ننوه ان احنا تفكير الجيش والشرطة النهاردة اختلف خلاص بقى، ما بقاش الشعب يتحمل ان احنا نصبر على ناس جايين تقتل اخواتنا وجنودنا وشهدائنا، جايين على ان هم يعملوا ينفذوا فيهم جرائم ارهابيه، ونبدا نجمعهم وبعد كده نبدا نحاسبهم، بياخد القضاء سنه او اكتر في محاسبتهم. خلاص ما بقاش الوقت يسمح، لان الظروف اللي بتمر بها البلاد لا تسمح بذلك. فخلاص النهارده اتبعنا السيادة
الند بالند. يعني هم جايين دلوقتي يدمروا مكان او يخربوا في المكان ده، لسه مش هنقبض عليهم ونيجي نحاسبهم. زي ما انت جاي عاوز تدمر المكان اللي احنا بنقعد فيه او تستهدف المقر الشرطي او مقر جيش هنا اهو، احنا بالنفس الجيش والشرطه بيردوا عليهم بنفس القوه، وبداوا يحاربوهم بنفس الاسلحه اللي هم بيحاولوا يتجاوبوا يحاربونا بيها. لذلك بدات زادت العمليات التكفيريه بالنسبه لنا، يعني بدانا نتصدى ليها الماضي، ولكن التصدي دي بدايه، ما هو دي الايجابيات اللي بدانا نتصدي ليها بشكل ايجابي خلاص، ما بقاش في وقت. لذلك ودي ابرز رد عليهم، ان احنا ما بقيناش خلاص بقى المرحله اللي احنا نقبض عليكم دي تجاوزناها خلاص. الند بالند بالظبط. هي مرحله من المراحل، ولكل شيء حدود. بالظبط، هم تجاوزوا الحدود دي، فعلشان كده خلاص الرد بقى اعنف مما كانوا يتخيلوا. حتى بين الانسان وغيره، ما بالك ما يكون في حد مهاجم. بالظبط. ايضا من ضمن الاخبار الايجابيه والمنشطات الايجابيه انتهاء عمل لجنه التسعير 12 يناير. وزير الصحه 474 شركه تقدمت بقوائم الادويه لتطبيق زياده الاسعار. المواطن لما بيسمع المواطن لما بيسمع بقى منشط او خبر زي ده، دي ازمه راهنه، واحنا فعلا في ازمه نقص الادويه. احنا عندنا في اكتر من 500 دواء ناقص في الاسواق. وطبعا الازمه نقابه الصيادله عقدت عده اجتماعات، واخر اجتماعات ليها ان هي ناويه بصدد عمل اضراب جزئي يوم 15 يناير. وسواء النقابه في اسكندريه او النقابه العامه في القاهره في اجتماعات مستمره لحل هذه الازمه قبل عمل الاضراب الجزئي. والاضراب الجزئي ده اللي كانوا بصدد ان هم يعملوه هيبقى من الساعه 9 صباحا حتى الثالثه ظهرا. شعبة الصيدليات بالظبط. ليه؟ لان دلوقتي المواطن ذنبه ايه؟ يعني الصيادله برضو معذورين، يعني الصيادله مش عايزين اكتر من توافر الادويه. بالظبط. نمره 2 عايزين استرجاع الادويه. يعني الشركات دلوقتي بترفض استرجاع الادويه. طب انا كصيدلي لما يكون عندي ادويه منتهيه الصلاحيه هعمل فيها ايه؟ كميات كبيره، يعني دي مطلب شعبي بالنسبه للصيادله كلهم. هيعملوا فيها ايه؟ دي مش سلعه مثلا هيروح يروجها ولا يبيعها، لكن دي حاجه ده دواء هيعمل بايه؟ معنى ذلك ان دي كلها خسائر بالنسبه له. فلازم اعاده الفكر بتاع الشركات والعوده تاني مره اخرى لاسترجاع الادويه المنتهيه الصلاحيه، لان دي ازمه كبيره بتهدد الصيدلي. وكذلك توافر الادويه. ماشي، احنا المواطن ممكن يقبل بزياده بسيطه نسبيه في اسعار الادويه، لكن انها تكون مختفيه ومش موجوده بالفعل دي اللي بتمثل ازمه كبيره. بيتحمل 2 من الاعباء، اختفائها وزيادتها. وخصوصا كمان النهارده في بعض الشركات بتنتج وعندها المنتج بس بتكون لسه مش عايزه تطلعه دلوقتي. ليه؟ لان التسريبات اللي حدثت مؤخرا ان في زياده في الاسعار الادويه تتراوح ما بين حتى الدواء طبعا ما بين 50% للادويه اللي اقل من 100 جنيه و30% بالنسبه للادويه اللي تتجاوز ال 100 جنيه. فطبعا التسريبات دي وصلت لشركات الادويه وكذلك للمواطن ذات نفسه. فكله النهارده بنجد في اقبال كبير على شراء الادويه، حتى اللي كاجراء تحصيني، يعني اللي عنده اللي بياخد كذا نوع من الادويه النهارده بنجده بيروح يشتري قبل ما الادويه تغلى. ومما تسبب برضه في ان في عجز في نواقص كتير جدا في الادويه. ما هو ده صحته وعمره. بالظبط. ما انا بقول مش هنلوم على المريض، وخاصه يعني انا الوم على شركه الادويه، بعد تسريبات لكن على بني ادم وصحته وعمره دي. وفي ادويه لا، يعني ادويه العنايه المركزه، ادويه القلب ما ينفعش دي يبقى فيها النقص. ادويه الفشل الكلوي دي حتى المحلول اللي بيتعلق للمريض. حضرتك ربنا يشفي كل مريض يا رب. لكن احنا في ازمه، يعني فعلا لازم وزاره الصحه تتكاتف مع الصيادله مع الشركات لصحه المواطن، لان ده امن قومي. النهارده المواطن اللي ما بيلاقيش الدواء بتاعه في الصيدله هيعمل ايه؟ ده 3/4 الشعب مريض. لا انا عايز اقول والربع محتمل اكتر من ان هو يكون مريض ومش عارف. لا انا عايز اقول لحضرتك النسبه النهارده اكتر من 95% من الشعب مريض بامراض مختلفه. اكتر من كميه التلوث اللي احنا بنعيشها. لا والباقي مرضى محتملين. وفي ناس مرضى ما يعرفوش انهم مرضى. طبعا تعرف، وممكن في ثانيه
يصبح هو مريض ويبان عليه المرض. بالظبط، ما انا بقول لحضرتك نتمنى ان شاء الله يا رب بس دي لازم وقفه سريعه يعني. بالظبط. ما عادش في وقت لا ما فيش وقت، لان بقول لحضرتك الازمه الاضراب الجزئي اللي بصدد عامله بناء على تعليمات النقابه العامه هيبدا من يوم 15 يناير، يعني قدامنا 8 ايام او بالظبط على هذا الاضراب. لازم حل سريع لتلك الازمه وتدخل جهات يعني لازم الدوله تتدخل بشكل كبير في حل تلك الازمه. سمعت ناس بيقولوا تقدر تجيب لي الدواء ادفعك اللي انت عايزه. بالظبط بالظبط، يعني سواء داين على فكره اللي بيمنع الدواء والطبيب اللي بيتاجر بصحه الناس والناس اللي بتطمع في بعض داين تو داين على فكره. ده قريب مش بعيد لان العمر اصلا بينتهي. وعايز اقول لحضرتك ده يعني ما فيش بقى نقولوا الصيادله منقسمين، لا ده مطلب لكل الصيادله. يعني ما اعتقدش ان اذا لم تحل هذه الازمه قبيل 15 يناير كل الصيدلات هتشارك، لان كله متضرر سواء بنقص الادويه او بالادويه المنتهيه الصلاحيه اللي متراكمه عندهم ومش عارفين يعملوا فيها ايه. فاحنا نناشد المسؤولين وكبار الدوله بسرعه التدخل لانهاء هذه الازمه قبل 15/1 وتوافر الادويه باسعار حتى لو في نسبه بسيطه، بس يبقى في رقابه علشان مش كل واحد يزود. دلوقتي بيتكلم على الزياده قد ما بيتكلم على توافر الادويه. يعني ده ما هو لازم من ناحيتين، ما هو لو توفر الدواء بس ما نستغلوش يعني بالظبط، يعني بتفاوت نسبي في الاسعار ماشي مقبول، لكن ما يتجاوزش ال 30 و40% دي عشان المواطن مش مستحمل بصراحه. يعني كل حاجه عماله ترتفع. لا هو كلمه غريبه جدا سمعتها من بعض المواطنين يقول لك خلاص بقى مش مريض وربنا يكتب لي المرض ابقى اموت بيه، مش هقدر اشتري دواء ولا هقدر اروح لطبيب. كلمه تقتل. طبعا يعني ربنا يشفي كل مريض. ازاي نقدر نتحمل على الناس اهلنا هذا التحمل؟ يعني لو انا مكانهم او لو اي حد مكانهم هل يقدر يقول الكلمه دي ويقولها ببساطه قوي كده؟ العمر قد كده بقى هين. ندخل للخبر بقى، يمكن ده خد مننا نظره استعراضيه قويه لكن هو فعلا ده اهم الاخبار اللي لازم كنا نتكلم فيها. استثمارات تصل الى مليار جنيه. بدء تشغيل اول مصنع لاستغلال الرمال السوداء. البترول. طبعا هو ده يعني المستهدف. الطاقة المستهدف وهيوفر آلاف فرص العمل وهيبقى بياخد خط ممتد من رفح حتى رشيد، وده طبعا يعني هيوفر لنا كتير من العماله بدل البطاله اللي الشباب فيها. نتمنى ان شاء الله جني ثمار هذا المشروع سريعا لاحداث طفره في البلد، وخاصه ان هو هيدخل في عديد المجالات وهيبقى منه جزء تصدير للخارج. ده هينفعنا جدا وده المستقبل برضو بنعول عليه جنب الغاز، جنب مشاريع كثيره بدأنا فيها نتاجها ان شاء الله يكون خير لمصر بإذن الله. إن شاء الله. توافر 150 مليون دولار لدعم المشروعات او توافر 150 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 2017. دي برضو محتاجة نقطة إيجابية. نقطة إيجابية لأن فعلا في العشرات من المشروعات الصغيرة متعثرة وتبحث عن يعني منقذ، فكون ان الوزراء يهتموا بها مثل وزيره الاستثمار تهتم بهذه النقطه فده شيء ايجابي مع العام الجديد. وباسرع وقت ان شاء الله سيتم التعامل مع تلك المشروعات بشكل ايجابي لتوفير القروض والاستثمارات ليهم ومساعدتهم في الانتهاء من اعمالهم وبدايه مشروعاتهم الصغيره والجديده الدوله بتوفرها لهم. مع التمني بعدم اخضاعها لاي ضرائب. يتمنى ذلك. نتمنى والفوائد تكون يعني ضئيله شويه. ضئيله. هو في تأجيل بس برضه يعني ما هو دي رحمه. الضبطيه القضائيه تنهي على المبيدات الفاسده. قرار الزراعه يمنح 200 ضبطيه يضمن السيطره على منافذ بيعها. النواب ستضع حدا للفساد، لابد من زيادة عدد الضبطيات. وأمين زراعة البرلمان التشريع أولا. بالضبط. احنا عايزين نقول ان طبعا كون ان ظهور هذا الخبر في مثل هذا التوقيت خبر ايجابي، لان فعلا التلاعب بصحة المواطنين اصبح امر انا حاسه المواطن من كلام حضرتك احنا جايبينه كده كرة شرف وعمالين حقل تجارب.
لكن فعلا في الفتره الاخيره في تلاعب كبير جدا في الادويه بالنسبه للزراعات. في تلاعب، يعني في بعض اضعاف النفوس بيجيبوا الادويه وبيخلطوها بمواد اقل درجه. ما ينفعش نجيب ضعاف النفوس دول ما هي الضبطيه القضائيه دي بقى، الضبطيه القضائيه دي بقى ان شاء الله نتمنى ان هي تجني ثمارها، لان دي لما كل واحد عنده محل لبيع تلك الادويه وبيتلاعب يعرف ان هيبقى عليه رقابه شديده وفي ضبطيه قضائيه سيتم القبض عليه فورا. ان شاء الله دي هتكون ابرز حاجه ايجابيه للقضاء على مثل اللي بيتلاعبوا بتلك الادويه، خصوصا ان ربحها عالي جدا. عايز اقول لحضرتك ربح تلك المنتجات عالي جدا. من كتر ربحها العالي فدلوقتي ضعاف النفوس عايزين اكتر طبعا، هو طماع بالظبط، يعني ممكن مكسبها يتجاوز ال 100%. يعني لو حشدنا الطمع اللي موجود دلوقتي في السوق المصري اللي سنجده 100%. فدي ان شاء الله هتبقى خبر ايجابي كويس جدا، وسيتم يعني نأمل ان هو يجني ثماره في القضاء على غش الادويه بالنسبه للمبيدات الزراعيه. الواحد بيوجه رسائل لناس لا تسمع، لا تعي، لا تفقه. ده دورنا ان احنا نوجه رسائل واللي يسمع بقى وربنا سبحانه وتعالى هيحاسب في الاخر. بل كالأنعام. وزير السياحة اختيار مصر ضمن أفضل 20 وجهة سياحية، رسالة طمأنة للعالم. طبعا احنا شفنا دي من الحاجات الإيجابية النهاردة اللي احنا ممكن نتكلم. طبعا السياحة مستقبل مصر. بالظبط. السياحة عصب ومستقبل مصر، واحنا شفنا بعد الحادث اللي شهدته شرم الشيخ العام الماضي، شفنا قد ايه تأثرنا بالسياحة، تأثرت في شرم الشيخ، لكن مجهودات وزارة السياحة بدأت تجني ثمارها في الفترة الأخيرة، وفي فوج روسي بدأ يجي، وفي فوج بريطاني بدأ يجي، وفي عدة أفواج من عدة دول لما وجدت ان الحياة عادت لطبيعتها في شرم الشيخ، لان دي دايما كانت من ضمن أجمل مدن على مستوى العالم شرم الشيخ. ما زالت وما زالت، بس كانت وهي فاضيه ما بنشعرش بده. لا طبعا. لكن مع تواجد المكان بتواجد الانسان. هو في هيحصل لاي مكان دفء غير بتواجد الانسان. مع عوده الثقه للدول الاوروبيه في شرم الشيخ وفي مصر بصفه عامه، دي ان شاء الله ادت الى ان ازدهار مصر في مجال السياحه، عوده ازدهار مصر في مجال السياحه. بس نامل ان كل الدول الاوروبيه تبدا بقى تبعت افواجها لشرم الشيخ مره اخرى. احنا بس نتمنى من الحكومه تنظر نظره الى الاسكندريه، يعني نظره ايجابيه، لان اسكندريه بلد مدينه سياحيه بتطل على العديد من الدول الاخرى. احنا الاسكندريه المشكله اسكندريه محتاجه يعني ننظر لها بقى نظره. مشاكل اسكندريه هي منذ سنوات، يعني احنا عندنا مشاكل رئيسيه في اسكندريه يعني تحل نسبيا، لكن بترجع زي ما هي بالظبط، تحل يعني بشكل يعني بسيط شويه. يعني انا شفت كل المشاريع العملاقه اللي قدمت لمدن كثيره ومحافظات كثيره، ولكن لم اجد للاسكندريه مشروع يعني نفذ بالفعل، لسه بيتنفذ مشروع. احنا عندنا ازمات اسكندريه، محتاجين الصرف الصحي، القمامه، الطرق، ودي الثلاث ازمات اللي بتعاني منها الاسكندريه على مدار العشرات السنين الاخيره. على فكره دي مدينه سياحيه من الدرجه الاولى. احنا بنجد، وكمان مشاكل المرور، احنا عندنا 3 شوارع رئيسيه في اسكندريه، هم دول ممكن حلها، هم دول الاساس في اسكندريه، بس ممكن حلها. طبعا كل حاجه ممكن حلها، بس مهندسين كثيرين وضعوا حلول ولكن لم تنفذ. حلول على الورق بالظبط، حلول على الورق، لكن احنا عايزين على ارض الواقع نشوف اسكندريه ترجع لعروس البحر المتوسط مره اخرى. لكن احنا بنشوف شويه امطار بيهبطوا على الاسكندريه، خلاص بنجد شلل مروري، سفلتة الارض بتكون على اسوأ ما يمكن، الشنايش ما بتكونش اتطهرت بشكل جيد، بس يعني في بعض الشوارع بتبقى في عمل وتطهير للشنايش بشكل كويس، في تقدم ملحوظ، بس مش بالشكل الايجابي، تاخر مش بالشكل الايجابي. وبعدين يعني مشكله ذكرناها قبل كده، عملنا نقطه ذكرناها مرارا وتكرارا من قبل كده، ان هي حتى تطهير الشنايش، العامل اللي بيقوم بتطهير الشنايش بيجيب فضلات الشنايش وبيلقيها بجانب بتيجي الميه فبتيجي الميه او بتسير العربيات عليها بترجعها مره اخرى. طب احنا عملنا ايه؟
وصورة النباشين لازم التي تنسيق انتشرت ما في بين الصرف الإسكندرية الصحي، للأسف. تنسيق ما بين الصرف الصحي وشركة القمام، علشان دي مجرد ان يتم استخراج تطهير الشنش في الوقت الحالي يتم ازالته مباشرة. ده لو جمعت 2 طماعين على فكرة الدنيا كانت هتحسن. لكن بجمع مؤسستين احداهما ايه يعني الاساس في شكل الاسكندرية، والثانية الاساس في صحة الانسان وما يمتلكه من سيارات في اسكندرية. طيب، محافظ الاسكندرية يقدم التهنئة بعيد الميلاد بالكاتدرائية المقدسية. ده تحدثنا فيه. مديرية الصحة بالإسكندرية أعلنت 174 منشأة طبية إدارية خلال 2016. شيء جميل. تحب 2016 يعني لسه منتظرين هنشوفهم بالظبط كده لسه عملهم. إصلاح هبوط أرضي في حي العجمي قرب الإسكندرية، في غرب الإسكندرية. هو مش غرب اسكندرية بس، لا ده بالنسبه للهبوط الارضي ده منتشر. انا عايز اقول لحضرتك منتشر في مختلف انحاء اسكندريه، مش في الحي العجمي او كده بس، يعني في حي المنتزه اول اللي هو احمد ابو طالب كان منذ ايام لسه اصل استطاع مع رجاله يعني ومعاونه الحي اصلاح هبوط ارضي في شارع احمد ابو سليمان، واصلاح هبوط ارضي اخر بجوار منطقه اسمها شارع الترعه. واسكندريه فيه كتير بنشوف هبوط ارضي، وقبل كده شفناه في عند حي وسط، وقبل كده شفناه في حي غرب، كتير جدا هبوط ارضي. ده نتيجه جيولوجيه يعني. لا، وفي نقطه ثانيه، عدم الارض التربه ذات نفسها مش مستحمله كميه اللي بيأثر عليها، وكذلك الاسفلت، الطبقه الاسفلتيه بتكون معموله بشكل خطا، والصرف الصحي هبوط الصرف الصحي عموما احنا نعلم الاسكندريه الثالثه اللي هي الثالثه بالظبط في يوم من الايام، ولكن الله اعلى واعلم. جامعة الإسكندرية تؤسس مركزا ثقافيا وبحثيا في إثيوبيا، ودي خطوة رائعة جدا من مجتمع من صرح مثل ما تقدمه دائما جامعة القاهرة والإسكندرية، فده شيء جميل. ده شيء جدا خصوصا مع إثيوبيا، هو نقطة هنا مع إثيوبيا، وده على فكرة إصلاح ما سبق، يعني ما سبق اللي هو كان فيه علاقات ليست جيدة ما بيننا وما بين إثيوبيا. احنا بدأنا نصلح العلاقات، وعلشان خاطر لازم التفاوض، علشان خاطر كل ده بيهدف علشان خاطر السد الاثيوبي اللي بيعملوه، علشان التفاوض وعلشان مصر ما تتاثرش بملء الخزانات. انا بسميه صد النهضه، مش سد النهضه. صد علشان هي المشكله الاساسيه فيه برضو اللي هو اللي هيتملى على امتى. فدلوقتي كون ان مصر بتتفاوض بشكل ايجابي. انا بعتبرها من حفر حفره، يعني هم هيقعوا فيها مش قبل اي حد. ده خبر سريع بس ايجابي اقوله للناس علشان برضو نختم باخبار جميله. مجمعات الاسكندريه بتطرح لحوما ودواجن باسعار مخفضه، فدي من الاخبار اول ما نسمع حاجه ايجابيه. هي منذ فتره المجمعات بتساهم في تخفيض الاسعار نوعا ما نسبيا عن الشارع عن السوق. ده حقيقي. ويعني في طفره في المجمعات الاستهلاكيه بالتنسيق مع مديريه التموين، طبعا في نهضه كبيره، وبداوا يعني في المواطن زاد الاقبال على المجمعات بعد ما فعلا وجد ان الاسعار نسبيا اقل من اللي في الشارع يعني والسوبر ماركت. وللاسف على المواقع الاجتماعيه الفيسبوك تونه بقت ب30، تونه على فكره في الجمعيات ب14. مين قال لنا ب30؟ بلاش نقول شائعات، ومش عايز تشتري اللي ب30 في موجود كل حاجه موجود في المجمعات. روح اتعب نفسك شويه، اتحرك يعني. اخيرا مياه مطروح تمثل مصر في المانيا بمسابقه السلامه والصحه المهنيه. بشكل سريع بقى فضل الخبر. لا، مطروح بتشهد طفره برضو كبيره. ده حقيقي. المياه اختلفت وبيهتموا جدا بالمياه، وخصوصا لان كانت مياه مطروح كانت نسبيا فيها ملوحه زياده، وبدات تحليه المياه فيها، ويعني بيعملوا شغل كبير جدا صراحه خلال الفتره الاخيره في محافظه لان النظر لمطروح بقى نظره اخرى طبعا بعد المؤتمر الاقتصادي الاقيم. وكيل تعليم مطروح بيكرم خبيرا باللغه العربيه لنجاح قافله علميه بالمحافظه، ويا ريت الكل يعمل كده. بالظبط، ده حاجات ايجابيه، ولازم علشان تشجيع لغيره ويتم على السير في نفس النهج يعني.
استاذ برشيدي عبد النبي، انا سعيده بلقاء حضرتك واستعرضنا لهذه الاخبار الايجابيه، وبعضها يمكن كان فيها شويه نقاط تحدثنا فيها كان من الواجب التحدث فيها. يمكن نضيف يعني على مسامع المسؤولين او الطماعين، انا مش ما لهمش دعوه المسؤولين، الجزء ده خاص بالشركات، الشركات الطامعه في مزيد من المال. خلي بالكم المواطن على كاهله العديد من الاعباء. بشكر حضرتك. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه. صباح الخير. هل لديك اقوال اخرى؟ لا. هندخل لفقره مهمه جدا، هي فقره تأمين الاحتفالات والأعياد. هنشوف مع بعض هذه الفقرة مع الزميل خالد عبد الشفيع. شوف هذه الفقرة وارجعوا لنا مرة أخرى. يمكن خلال لقائنا نتعرف على كل ما هو جديد في الخطة المرورية الموجودة في الإسكندرية، وسائل التطوير والتحديث في خدمات المرورية. إدارة مرور الإسكندرية دائما بتشارك في كافة المجالات، يمكن عملية التأمين وعملية السيولة المرورية. يعني ضابط المرور ما بيلتزمش بوظيفته المرورية فقط، ولكن بيشارك في كافة المجالات الأخرى. نتعرف على الاستعدادات اللي بتتم في إدارة مرور الإسكندرية لتقديم الخدمة للمواطن وتسيير السيولة المرورية في اسكندرية خلال فترة الأعياد. طبعا هو في خطة بتبقى موضوعة بمعرفة مديرية الأمن برئاسة السيد اللواء مساعد الوزير مدير أمن اسكندرية. الخطة الموضوعة بتاع اللي تخص تأمين دور العبادة المسيحية بالكامل على مستوى المحافظة. تأمين دور العبادة بيبقى تأمين المقر بالمحيط الآمن للمنشأة. اللي عايز اقول لسيادتك عليه، احنا كإدارة مرور في السادة الضباط بيعينوا على الكنايس لتأمين الحرم الآمن، رفع السيارات بالكامل من حوالين أسوار المنشأة أو دور العبادة. بيتم وضع مساعدات فنية عن بعد بحيث يبقى بنأمن الحرم الآمن، ويبقى الدخول والخروج معلوم بالتنسيق مع إدارة البحث وأمن الإداري الخاص بالكنيسة أو المنشأة. احنا عايزين نطمن يا فندم كل المصريين اللي بيحتفلوا بهذه الأعياد والإخوة المسيحيين اللي بينزلوا إلى الكنائس وبيحتفلوا إن هم ينزلوا ويطمنوا. احنا عايزين نقول لهم إن رجل الشرطة موجود في الشارع لخدمتهم. أنا عايز أقول لسيادتك هو في استعداد على أعلى مستوى، وخاصة في الظروف الراهنة. السيد مساعد وزير مدير الأمن كان عقد لقاء بالأمس، وكان استمر لفترة طويلة. كان كل القيادات موجودة، إدارة البحث موجودة. الخطة بالكامل موضوعة بحيث ان يبقى في تأمين كامل لكل دور العبادة المسيحية بالمحيط الكنيسة او المنشأة عن بعد، كله يروح يعني يعيد وينبسط. اسكندرية عاملة استعدادات على اعلى مستوى، وبإذن الله نقول لهم كل سنة وانتم طيبين، ويروحوا ينبسطوا وتعدي على خير بإذن الله، مفيش مشاكل يعني. عام 2016 أعزائي المشاهدين شهد مجموعة من القرارات الاقتصادية المهمة اللي هتغير شكل الاقتصاد المصري وتعيد هيكلته بشكل كبير، لأن اقتصادنا في الحقيقة اقتصاد ريعي بيعتمد على دخل السياحة، دخل قناة السويس،
اقتصاد خدمي بيعتمد على بعض الخدمات اللي بتقدم، لكن هناك هدف بلا شك من القرارات الاقتصادية أن يتغير وجه الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي، سواء في القطاع الزراعي أو القطاع الصناعي، وكمان في عملية تحفيز للاستثمار، سواء الاستثمار الداخلي المحلي أو الاقتصاد الأجنبي أو الاستثمار الأجنبي. هي بيسعدنا ان احنا نلتقي مع الدكتور محمد فتيحة المحاضر بكلية التجارة جامعة الإسكندرية. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. هي 2016 شهد مجموعة من القرارات الاقتصادية المهمة فعلا، ويمكن احنا بصدد برضو مجموعة من القرارات المكملة هذه القرارات. فيعني كيف ترى هذه القرارات الهامة والمؤثرة في الاقتصاد المصري، وايه اللي فعلا من المزمع انه يعني يفتح آفاق جديدة للاقتصاد القومي في المرحلة القادمة؟ تمام. والله حاليا يا فندم دلوقتي في قانون الاستثمار الجديد، هو تم بالفعل عمل مشروع قانون للاستثمار. هذا طبعا تم توقيعه من رئيس مجلس الوزراء، وهو حاليا في مجلس الشعب، وبيتم مراجعته من مجلس الدولة لإعادة صياغة عشان يتأكدوا من صياغته الحقيقية، بحيث ان هو يعكس تصميم السياسة الضريبية الموجودة به وفقا للتنفيذ. فالنهارده شفنا قانون الاستثمار الجديد، قعدوا مع المستثمر وشافوا ايه هي الاجراءات اللي هو من وجهة نظره تكون صحيحة. كان في مشاكل كتير جدا تتعلق بالبيروقراطية بنواحي نزع الملكية، فطبعا شافوا المشاكل اللي فعلا كان بيشوفها من بتؤرق المستثمر في الاواني السابقة يعني. وبدأوا طبعا يعملوا حوار مفتوح بينه وبين رجال الاعمال، وطبعا خدوا في الملاحظات دي في الاعتبار، الى جانب ان هم بصوا لبعض السياسات الضريبيه اللي هي موجوده في الدول زي دول جنوب شرق اسيا، الدول اللي هي نجحت في جذب الاستثمارات الاجنبيه المباشره، وبالفعل خدوا تجارب محترمه جدا منها، وخدوا سياسات ذو قيمه، بحيث ان هو قدر ان هو مش يجذب الاستثمارات الاجنبيه المباشره بس، بل ان هو يقدر يجذب نوعيه الاستثمار اللي يقدر يحقق اهداف المجتمع الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه. اذا نستبشر خيرا بقانون الاستثمار القادم. وايه يعني ايه النقاط اللي فعلا تدعونا الى التفاؤل وننظر نظره ايجابيه لهذا القانون؟ والله اقول لحضرتك حاجه، بالنسبه كان زمان القوانين الاستثمار لما كانت بيتم اعدادها لحافز ضريبي، حوافز ضريبيه ما كانتش بتحدد الموقع الجغرافي اللي ممكن يستثمر فيه، المناطق الاقل تنميه اللي ممكن يستثمر فيها، وكانت بتبقى فيها مشاكل. المستثمر ممكن يجي في انشطه مخدومه بالفعل من قبل المستثمر المحلي، فكان ممكن يزاحم المستثمر المحلي. الا ان القانون ده فعلا نجح في حل مشاكل كتير جدا، بالنسبه ان هو ضمن ان هو المستثمر الاجنبي او العربي او المحلي اللي ممكن يعود لارض الوطن، ان هو مش يزاحم المستثمر الوطني، لا ده هو يتنافس معاه. ده من النقط المهمه، ان هو الى جانب عمل مناطق اقتصاديه جاذبه، عمل مناطق اقتصاديه زي الصعيد مثلا، واطلق عليها كمان عشان الناس كلها تبقى فاهماها على مستوى العالم كمان، اللي عاوز يسوق ان هو سماها الحوافز الجغرافيه. بحيث طبعا الحوافز الجغرافيه دي قسم مناطق المجتمع لثلاث مناطق التنمويه والمناطق الحضريه ومناطق المجتمعات العمرانيه. يعني بقى في خريطه استثماريه جديده. المناطق التنمويه حضرتك اللي هي زي الشمال وجنوب وسط الصعيد، الى جانب شبه جزيره سيناء، منطقه قناه السويس، النوبه، الاماكن اللي هي كانت محرومه من الاستثمار وكانت مهمشه في الماضي. يعني ده نجاح، يعني انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه، نجاح باهر يعني في صانع السياسه، يعني كان موفق بشكل ممتاز في ذلك.
ان هو قدر الاماكن اللي كانت مهمشه في الماضي، المناطق الاقل، ان هو يديها كمان ايه، بيشجع المستثمر الاجنبي او العربي، بيقول له والله انت لو جيت في المكان ده انا هدي لك 10 سنين اعفاء من الضرائب اللي هي تاكس هوليداي معروف عنها في الاجازه الضريبيه، اديك 10 سنين اجازه ضريبيه ما تدفعش ولا اي حاجه من الضرائب، الى جانب كمان بيديلك 50% من الطاقه، لما ياخد 50% من دعم الطاقه بحيث ان هو ده بيقلل له تكلفه الانتاج ويزود القدره التنافسيه بتاعته مع الدول، مع المشروعات اللي في الدول الاخرى. كمان عطاله كمان قال عشان يشغل العماله الموجود هناك ويستفاد، منطقه زي منطقه الصعيد ممكن يوفر فيها فرص عمل كتيره جدا. عمل له ايه؟ قال له كمان دي فيها ابداع يمكن لم يتناولها اي قانون من قبل، ان هو هيتحمل بحصه التامينات كصاحب العمل، الدوله هتحمله، بتقول له انت شغال الموظف في سبيل تشغيل العماله المصريه، في سبيل تشغيل العماله المصريه. وكان في برضه بعض الناس اللي هم كانوا معترضين على جذب الاستثمارات الاجنبيه، بيقول ايش ضمنك المستثمر لما يجي هيشغل العماله؟ ناس كتير جدا بتسال السؤال ده ليه؟ فطبعا هو حتى برضه حته جميله جدا في مشروع قانون استثمار متميز صراحه، ان هو قال 10% يجيب من عنده ناس والباقي كله من المحليين، يعني في 90% ادى فرصه للخبراء يعني او الناس اللي ممكن يكون في نقص في العماله في مصر فيها. تمام، ان هو ما هو يعني هو كمان فيها الحته دي موفق فيها، لان هو 90% معظم هيكون كده من المحليين، بحيث ان هو يشجع العماله المحليه ويشجع التوظيف ويضمن التوظيف، الى جانب ال 10% دول الناس اللي هم الفنيين اللي على درجه من الخبره اللي ممكن يعلموا الموظفين او العمال المصريين، وده بيستفاد طبعا من التدريب وخبره احسن ما يسافر الخارج، يعني بمثابه ان انا بوفر له ناس موجودين هنا بالفعل. دكتور محمد، انت قلت لي ان برضه من ضمن الحوافز اللي موجوده هي حوافز قطاعيه، بحيث ان بعض القطاعات اللي مصر بتبقى محتاجه فيها فعلا استثمارات حقيقيه وقويه ادت حوافز في هذه القطاعات. تمام، هو برضو المحور الثاني بعد المحور الاولاني اللي احنا قلنا عليه، ان هو عمل برضو حوافز ضريبيه موجهه لقطاعات محدده وانشطه ومجالات معينه، وهذه الانشطه هي اللي هو محتاجها، هي اللي تحقق اهداف المجتمع الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه. لو احنا شفنا الاهداف الاقتصاديه، ان هو حط قطاع التعدين، وده من القطاعات المهمه جدا من ضمن الاولويات. حط زياده الرقعه الزراعيه، اللي هو هيشتغل في مجال زياده الرقعه الزراعيه بحيث يوفر معروض كتير من السلع في الخضر والفاكهه. ده طبعا هيقلل من اسعار السلع في مستقبليا. فده كله ده فان هو وجه حاجات معينه بحيث ان انا ما يجيليش المستثمر برضو مستثمر همه كل همه نحقق ارباح، فهيبص للمشروعات قصيره الاجل، ممكن يستثمر مثلا في مجالات زي المطاعم او حاجات هي مخدومه بالفعل. لا، انا بقول له انا عندي نقص في مجالات معينه ما اقدرش اعملها، صناعه زي صناعه السيارات والمكمل ليها برضو دي حطها من ضمن الحاجات اللي هي من ضمن اللي يوجه فيها الاستثمار. حدد له وعطاله 5 سنين 5 سنين اعفاء ضريبي برضو من الضرائب، الى جانب برضو 50% من دعم الطاقه، وطبعا الاراضي هتكون متخصصه بالمجان بالنسبه للحاله الاولانيه. طبعا كل دوت بيدي فرصه للمستثمر ان هو يجي وفي نفس الوقت يجي في المجال اللي الدوله عاوزاه. الدوله المجال اللي الدوله مش محتاجاه، يعني ممكن كان احنا مش مهمنيش انا يقول مثلا عندنا 20 مليار، عندي 20 مليار جنيه، عندي 20 مليار في مصر مثلا مستثمرين اجانب، وال 20 مليار دول داخلين في قطاعات ما بتفيدنيش او ما بتحلليش مشكله البطاله او ارتفاع الاسعار او الكلام دوت. لا، ده هو حطه في المجال اللي هو يقدر يخدم الدولة ويحقق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وعطاه إعفاء 5 سنين وأطلق عليها الحوافز القطاعية. الأجمل من كده برضو إن هو عمل برضو حتة فيها ابتكار،
ان الناس يعني يقول طب انا دلوقتي افرض انا اشتغلت في قطاع التعدين وانا في مكان جغرافي من المكان، هل انا اخد الحوافز الجغرافيه ولا اخد الحوافز القطاعيه؟ بحيث ان هو ممكن كمان ان هو هيكون محتار، وممكن يكون برضو لو هو وقع قدام البيروقراطيه او موظف مش فاهم او حاجه زي كده، ممكن يقول له ايه، ممكن ما يخلوش ان هو يقول له تاخد ده او ده. لا، القانون حل المشكله ديت وقال له ان انت براحتك تختار زي ما انت عاوز، لو انت تشوف الافضل بالنسبه لك وخده. فده حاجه كويسه طبعا موجوده في القانون برضو. الى جانب في كمان في حوافز ثالثه اللي هي حوافز مهتمه بالتصدير. فالنهارده يا فندم برضو دي من ضمن الحاجات احنا عاوزين نشجع الصادرات. المشكله او اكتفاء ذاتي، ومشكله الصادرات طبعا حضرتك عارف زياده نسبه الصادرات المصريه ده هينعكس على رفع قيمه الجنيه المصري قدام العملات المختلفه مش الدولار وبس، لان النهارده على حسب الدوله اللي انا بصدر لها فهيبقى عندي يقدر يرفع لي الاحتياطي النقدي بتاعي. دكتور محمد، هنا يمكن واحنا شايفين طبعا عمليات تطوير الموانئ المصريه وتحديثها والبنيه الاساسيه كلها، يعني احنا شايفين شبكه الطرق في اهتمام كبير من القياده السياسيه في كل ما يتعلق بالبنيه التحتيه والبنيه الاساسيه، وبالتالي ده اعتقد ان ده في حد ذاته هو حافز. بالفعل صحيح، لانه اقول لحضرتك الحاجه، هو الحوافز الضريبيه لا تكفي، بالعكس هي محتاج بنيه اساسيه، محتاج ان انا احسن بيئه الاستثمار بشكل مباشر. فالصراحه ان هو في اكتر من ملف مفتوح من اجل جذب الاستثمار من جانب صانع السياسه في مصر، ده حاجه كويسه جدا الصراحه. في اكتر من ملف اتعمل، يعني الملف زي ما حضرتك بتقول ان هو يطور المواني، يطور النقل والاتصالات، البنيه الاساسيه، الكباري، كل دوت بيخلي المستثمر بيدي قيمه، وبيخلي المستثمر بيجذبه بشكل افضل، وبيخلي الحافز الضريبي ده يعني يتحقق بكفاءه وفاعليه، بحيث ان هو مش حافز ضريبي بس، انا مش بوفر لك حافز بس، ده انا بحسن لك من بيئه الاستثمار، بحيث ان هو كمان ده بيشجع المستثمر اللي مش جاي يقعد سنه او سنتين، اللي ممكن يقعد 50 سنه و100 سنه لقدام لما يشوف ان في بنيه اساسيه قويه. الحقيقه فيما يتعلق يمكن قناه السويس، كلنا يعني خضنا التجربه الجميله ان احنا بايدينا وبفلوسنا استطعنا ان احنا ننهض بهذا القطاع، قطاع قناه السويس، وان احنا نحفر قناه جديده. في نفس الوقت وجدنا فيه يعني دعم من البنك الدولي ممثلا في قرض جاي من الخارج، وهنا الناس يعني نظرت نظرة نقدية لهذا الموضوع، لكن كان هناك رؤية اقتصادية هامة جدا، يا ريت حضرتك تقول لنا عنها. والله اقول لحضرتك الحاجه، حضرتك اتكلمت في نقطتين جوهريتين مهمين، اللي هو موضوع قناه السويس في حد ذاتها دي هتشجع المستثمر الاجنبي المباشر، وكان ما ينقص الموضوع دوت هو قانون الاستثمار. والنهارده قانون الاستثمار هيدعم قناه السويس، بحيث ان هو لما يتعمل هو مشروع تنميه كبير، لانه هو يقدر طبعا يصدر من خلال قناه السويس طبعا، فده هيفتح له مجال كبير جدا. وقناه السويس كمان دي منطقه استثماريه هتبقى موجوده برضو في قانون الاستثمار، بحيث ان هي طبعا دي هتوفر فرص عماله وهتزود كميه كبيره، لان فيها فرص استثماريه كتيره ومتعدده. دي بالنسبه للاستثمار. اما بالنسبه للنقطه الثانيه ويمكن دي مهمه جدا، موضوع حصولنا على قرض صندوق النقد الدولي من البنك الدولي، طبعا ده هيدعم الاقتصاد المصري. ليه؟ انا النهارده لما بروح لاي رجل اعمال بيروح ياخد قرض من البنك، النهارده رجل الاعمال ده بيقول له اديني دراسه جدوى، وما يقدرش مش هيديله هذا القرض الا لما يتاكد ان دراسه الجدوى بتاعته مظبوطه، وممكن يقول له اعتمدها من ناس على مستوى هي شهاده ثقه، شهاده ثقه يا فندم. دي حاجه كويسه جدا، بيدي امان للمستثمر. المستثمر بيحس ان
ان مؤسسه عالميه يعني اثقلت الاقتصاد المصري ودعمته وبتقول ان الاقتصاد المصري واقف على الخطى الصحيحه او على المسار الصحيح. وده حاجه جميله الصراحه، يعني ده حاجه فدي يعني اكبر كمان من جذب الاستثمار الاجنبي المباشر من الحوافز ذات نفسها. المستثمر بيحس ان في جهه زي ديت بتدعم، وهم عمرهم ما عدوا هذا القرض الا لما يكونوا متاكدين تماما ان في اصلاح اقتصادي حقيقي تم في مصر، في تغيرات زي ما حضرتك قلت ان احنا تحولنا من القطاع الخدمي الى القطاع الانتاجي، والدوله فعلا في مسارها الى الطريق الصحيح. فده كله طبعا المستثمر يهمه يعيش 5 سنين 10 سنين قدام، عاوز يتنبأ بوضع اقتصادي سليم. فطبعا ده حاجه كويسه جدا ان هو كده احنا واخدين زي ما حضرتك قلت روشيتا او واخدين شهاده بمعنى اصح من اكبر المؤسسات. دكتور محمد، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، لكن انا كنت عايز برضو اشير الى نقطه هامه جدا، ان احنا في مصر بننظر دايما المواطن العادي ينظر يقول يا ترى انا هشعر بتحسن امتى وازاي، والضغوط اللي عليا دلوقتي سواء في الاسعار او في ما يتعلق باشياء تخص الحياه اليوميه للمواطن هستشعر امتى بنتائج قانون الاستثمار وتغيير سعر الصرف او والله اقول لحضرتك حاجه، هو الاصلاح الاقتصادي بيحتاج فتره عشان يبين اثاره. النهارده انا يعني اول فتره طبعا انا عشان اعمل قانون قوي او قانون يعكس اهداف المجتمع الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه نابع من الاهداف دي، لابد عشان اصممه باخد فتره. بعد عمليه التصميم حضرتك ان هو بيتم بقى التنفيذ بعد كده بيبان اثاره. المستثمر الاجنبي مش هيجي الا لما انا اعمل القانون بعد كده واسوقه كويس جدا، ويعرف ان القانون بتاعي افضل من قوانين غيرها، لان هو ممكن يروح دوله ثانيه. فالنهارده ده محتاج تسويق، ولما بيجي طبعا مع اجراءات التاسيس ويبدا يشغل عماله ويبدا ينتج في حد ذاته، لان النهارده ويحصل عمليه اندماج مع شركات اخرى او الكلام ده، فبيحتاج طبعا سنه وسنتين والكلام ده وفتره. فطبعا ده حاجه كويسه، يعني المفروض ان احنا ماشيين بالشكل الصحيح. لازم المواطن المصري يعرف، وكمان ده يعني قانون الاستثمار ده عائد عليه مباشره. يعني مثلا على تشغيل اولا صح، تشغيل العماله ده رقم واحد، وده هيبان من اول ما مستثمر يجي من اول شهر بيرفع هيبدا الدخل بتاعه. الى جانب حضرتك طبعا لما بيجي دولارات وبيجي المستثمر جايب معاه وبيشتري الات ومعدات وتجهيزات واراضي وحاجات زي كده وبيبني مصنع، ده كل دوت حضرتك بيبقى بيضيف العمله ده على طول فوري. الاحتياطي بتاعنا بيزيد، الى جانب قيمه الجنيه بتاعتنا بتعلى. قيمه الجنيه بتعلى يبقى دخله الحقيقي بتاع المواطن هيرتفع. الى جانب يا فندم نقطه مهمه جدا ان حوافز الاستثمار بتصب في تكلفه المنتج. النهارده انا عندي تكلفه المنتج هتنخفض بسبب هذه الحوافز. التامينات عليه قليله، دعم الطاقه عليه قليل، فالنهارده الحاجه اللي هو بيعملها ب50 يعملها ب30 وب20. ففي الحاله دي السعر هينزل، مش هيبقى في ضريبه مبيعات بالنسبه له. فكل دوت بينعكس على المواطن هيحس في الايام الجايه ان في اسعار هتنخفض. وفي نقطه كمان يا فندم، كمان الاسعار هتنخفض بسبب عدم وجود احتكارات منافسه، لان النهارده هتحول سوق الاحتكارات الى سوق منافسه. لان النهارده حضرتك تعلم جيدا ان في بعض الناس بتتحكم في السوق، وطبعا عاوزين قانون الاحتكار، ومهما كان السعر الجبري كل ده برضو سياسات ما بتقدرش تحل. اللي يحل وافضل حل للقضاء على الاحتكار ان انا اتحول من سوق احتكار لسوق منافسه، وده عن طريق الاستثمار. لما يبقى في فرص استثماريه جديده هيزيد المعروض. احنا بنشكر الدكتور محمد فتيحة محاضر بكلية التجارة جامعة اسكندرية، شكرا جزيلا. ونتمنى فعلا ان احنا نرى فعلا بلدنا واقتصادنا بيتحول هذا التحول
الجميل فاصل وهنرجع لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. النهارده برضو هنكمل كلامنا عن مجالات مريم منصوري. كنا اخدنا الحياه العمليه، النهارده هناخد في لمحه بسيطه جدا الحياه الحسيه ببساطه كده، ودي بدايه للحياه الاكاديميه. تمام. الحياه الحسيه زي ايه؟ طبعا احنا عندنا حواس بصر، سمع، شم، لمس، لكن النهارده هناخد حاجه كمدخل لتعليم الحساب. حاسه البصر اداه هي عملتها اسمها العصيان الحمراء، اسمها العصا الحمراء او العصيان الحمراء. الحقيقه هي مجموعه 10 عصيان، بوصل لحد العصايه 10 دي متر. تمام كده. الاصغر عصايه 10 سم، واكبر عصايه اطول عصايه هي المتر. تمام. وبرده بنفتكر تاني ان احنا عندنا كنترول اوف ايرور اللي قلنا عليه ان الطفل يعرف ان ده هو الفرق بينه وبينه اخر حاجه اللي هي اصغر عصايه. تمام. طيب ازاي بقى لما يفرق بين الاطوال او يعرف الاطوال تبقى مدخل بقى من مداخل الحساب؟ احنا في الحياه الحسيه بنقدمها له على انها اطوال، يفرق ما بينها لحد ما يبتدي يتعود ان هو يشوف الفرق بالاطوال، ولو انا اديتها له بشكل غير مرتب هو يرتبها لي مره ثانيه ويعملها بشكل منظم. طيب وبعدين عملت نفس ال10 عصيان هم كمدخل من مداخل الحساب، اسمهم العصيان او العصا الزرقاء، لان بدات ادخل لون تاني معاها، بدل ما هي كانت كلها حمراء بقت احمر فازرق. تمام. هي نفس العصيان، بطابق بينهم الاول في الاطوال لحد ما يبتدي يعني يعرف كويس جدا جدا ان ده زي ده، ببتدي استبعد تماما العصا الحمراء اللي لوحدها، وكل شغلي هيبقى على العصيان الزرقاء. برضو في فرق في الاطوال، برضو هعملها بشكل مرتب الاول وبعد كده بشكل غير مرتب لحد ما ضمنت خلاص ان انا الطفل عارف الفروق دي. ابتدي بقى ادخل الاعداد ازاي؟ البدايه علشان الطفل يعرف الارقام. الحقيقه منصوري قالتها بحاجه لطيفه جدا، ان زي ما انت ليك اسم وزي ما انا ليا اسم، العصايه كمان ليها اسم. العصايه دي اسمها العصايه 1، العصايه دي اسمها العصايه 2، العصايه دي اسمها العصايه 3. فدي بدايتنا، ان هي عشان تقدم للطفل شكل محبب ان ده اسم العصايه، بتقدم له الرقم ان ليه اسم. كمان حاجه مهمه جدا الحقيقه، ما بنهملش الصفر. احنا دايما بنبتدي الارقام نقول بس اصلها حاجه صعبه ان احنا ندي الزيرو دلوقتي او الصفر، ما هو الطفل مش هيفهم. لا خالص، احنا من البدايه قايلين له في الحياه العمليه وقايلين له في الحياه الحسيه طبق فاضي ما فيهوش فارغ، يعني ولا حاجه. فلما نيجي نديله الصفر هيبقى اوريدي هو عارف يعني ايه ولا حاجه، ويعني ايه ان فارغ، ويعني ايه ان ما فيهوش ولا حاجه. فالصفر مكانه هنا صفر، يعني مفيش، ملوش، هو اسمه صفر لكن هو ملوش عصايه. تمام. العصايه 1، ومش بحط كده بس، بمسك العصايه بقبضه الايد. دي طريقه منصور يا جماعه عشان بتعتمد على الحواس، لازم يمسك 1. العصايه دي اسمها ايه؟ 1. طب والعصايه دي اسمها ايه؟ 1 2. طريقه منصوري في العد 1 2. خدنا العصايه 2 واديناها كمان اسمها انها 2. والعصايه دي اسمها ايه؟ 1 2 3. 1 2 3. وبديها اسمها
3 اقعد في النشاط ده على قد ما اقعد اقول 1 و2 و3 والعصايه ولحد ما يعد معايا، وبعدين بدخل حاجات تانية، بدخل الزراير، يعد بالنوى، يعد بالحاجات القريبه جدا من بيئته، يعد معالق، يعد اي حاجه قريبه منه لحد ما احس ان الطفل هضم جدا ان 0 يعني ولا حاجه، وان 1 2 3 ابتدي ادخل بقى بعد كده 4 وبنفس الطريقه هيعد لحد ما يبتدي ياخد كل الارقام. تمام. دي كانت بس لمحه سريعه عن الحساب بطريقه مريم منصوري. ماما انا عندي امتحانات مش عايز دوشه. ماما انا عايز انام، في مسلسل بتابعه لازم اشوفه الاول. ماما عايز اكل مش قادر. ماما عندي مغص. ماما تعبت. توتر كبير جدا بيصيب الاسره بشكل فظيع للامتحانات فقط، ايام الامتحانات فقط. طب ازاي ماما تتغلب على ده، وازاي تخلي ولادها حواليهم جو بيحميهم نفسيا من التوتر ده؟ تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعدل بعض السلوكيات الخاصة بأولادنا أثناء الامتحانات من خلال لقائنا على الهواء مباشرة بالأستاذة الدكتورة دينا اسكندراني، أخصائي تعديل نفسي وسلوكي. أهلا بيكي معانا. أهلا بيكي. أهلا بيكي وأنا بعمل. ماما تعبت فعلا. ازاي ممكن أهيئ لهم الجو الصالح مش هقول لجو رائع من الهدوء، ولكن اقلل ازاي التوتر النفسي عندنا؟ هو يعني بعكس الشائع ان جو الامتحانات المفروض ان انا ابقى مقفل الدنيا وهو قاعد طول الوقت في اوضته لوحده، والمفروض ان هو يدخل له الاكل ويطلع وما يطلعش غير بس للحمام. يعني العادات القديمه دي للاسف هي بتزود وقت التوتر، بتزود جو القلق اكتر، وبتزود عند الطفل قلق الامتحان. ليه؟ لانه بيحس ان دي ظروف غريبه، فاذا يبقى الموضوع كبير، فانا ابدا جزء من تفكيري بدل ما يتوجه طاقتي لان انا اذاكر او اقسم وقتي، لا افكار بقى وتخيلات. طب انا الناس دي لو انا ما جبتش صح، طب لو انا ما حلتش، طب هيحصل هيعملوا فيا ايه، هيحصل لي ايه، وهكذا. فبالتالي هو يعني المفروض ان احنا نوفر جو مناسب للمذاكره، يكون فيه هدوء، ولكن مهم قوي ان احنا نعمل على تنظيم الوقت. لو انا نظمت لابني او لبنتي جدول يقدر يمشي عليه في يومه، مش جدول مذاكره بس، جدول ازاي ان انا اقدر اقسم وقتي ويبقى فيه جزء فيه راحه ويبقى فيه جزء ترفيه، هيقدر ينجز اسرع من جو ان انا افضل مقعده 8-9 ساعات متواصله وانت ما تطلعش غير للضروره والكلام ده كله. ده بيزود عندي التوتر، بيزود عندي الشحنه، جزء من طاقتي بتروح في التفكير حوالين القلق المصيب بيه، وقد يظهر اعراض سلوكيه ليها علاقه بان خلاص بقى التبلد، ان انا ما عنديش مشكله مش مهم. فطبعا ده بيثير الاهل اكتر، يا ابني انت مش حاسس بالمصيبه، او تحصل الاعراض عندي باعراض جسميه، يبدا يظهر بقى الام جسمي، يبدا معدتي توجعني، ابدا اتوتر، مشاكل اضطرابات الاكل، اضطرابات، يبدا يظهر مشاكل هضميه، مشاكل في النوم. فطبعا سواء ده او ده احنا اللي في ايدينا ان احنا نعمل كنترول. طبعا الطفل بيبقى او المراهق عموما بيبقى عنده المشكله، يعني يمكن هو عنده بيختلف معالجه المشكله من واحد لواحد، ولكن برضو جو الاسره عليه عامل كبير. اكيد بس هو يمكن بنجد بعض الاولاد من كتر الضغط النفسي عليهم ساعات بيحلموا بان راح الامتحان ما عملش كويس ويصحى مفزوع، او انه اتاخر في النوم وما راحش الامتحان، فجاه لما يصحى يلاقي نفسه في واقع مغيب. ايه ده انا ما راحش الامتحان، انا لسه في البيت، انا ناسي كل حاجه. كلمه او الجمله اللي بنسمعها من ولادنا كلهم. وده كمان شائع قوي في وقت الامتحان، ان انا لسه داخل ببقى لسه وانا رايح الامتحان انا حاسس ان انا ناسي كل حاجه. فطبعا ده طبيعي. المفروض ان احنا كاسره نتعامل معاه ازاي، ان احنا نحاول نطمنه. الانسان دايما في وقت قلق الامتحان بيحس ان هو مش قادر يفتكر اي حاجه. اطمنه بان انا واثق فيك
واثق في قدراتك، انت تقدر، لا انت قادر، انت اهدى، ما تفكرش في الموضوع دلوقتي. الامتحان ده حاجه عاديه زيها زي الكويزات وزي الامتحانات اللي احنا كنا بنمتحنها، بس هو هيبقى لامم اكتر شويه، ولكن عادي خالص. انا واثقه فيك، انا متقبله اللي انت هتعمله، لان انا عارفه ان انت مش تخذلني. الكلام الايجابي بيساعد كتير في ان انا اعمل له طمأنه، ان هو يهدي شويه من التوتر، بدل ما انا ازود التوتر بتاعه، او بدل ما انا كمان اقعد اتعاطف بزياده فاخاف قوي فابدا انا انهار جنبه، فده يوتره زياده او يخليه يستغل ده. تمام. لان جذب رغبه في جذب الاهتمام او الانتباه اكتر، يعني انت ما بيقلقكيش غير كده، فانا على طول هبين لك ان الدنيا وحشه، على طول هبين لك ان انا مش بحل كويس. طبعا علشان تفضلي انت مركزه معايا اكتر. الاب والام كويس قوي بالظبط. يقولوا انت ده بص مدخله دلوقتي، ادخل بقى ايه لو الشهاده مش كويسه ادخل منه دلوقتي بالظبط. خلاص سعيد امضيك من غير ما يحس. نيجي للجزء بقى اللي هو اللي يخض اكتر. الام من كتر قلقها ان ابنها ممكن فعلا يكون ناسي او بنتها، معاها بقى الكتاب قبل على اللجنه واقفه عماله تراجع وهننسى دي والسؤال ده وده اتكرر مش عارفه ايه، وده خطا وللاسف الاغلب كده. للاسف. والحته ان انا احاول اراجع كتير قوي وانا داخل اللجنه ده خطا، لان ده بيعمل لي حاجه اسمها تشوهات الذاكره. انا دلوقتي عندي مجرد ما ذاكرت يعني ناكد عليهم ان دي بتعمل تشوهات ذاكره للابن او البنت. ليه؟ لان انا لما بدخل المعلومه وانا متوتر وقلقان وداخل دلوقتي بتمسح الميموري بتاعت نفس المعلومه القديمه اللي انا خدتها بجو هادي وبجو، فببدا لما اجي افتكر في الامتحان ما افتكرش المعلومه كامله، لاني افتكر الميموري بتاعت الوقت اللي انا كنت متوتر فيه. طب حضرتك توجهي لهم بقى الكلام للامهات؟ مهم قوي ان انا ما احاولش، لان انا قولنا خلي بالك يعني ما احاولش اتحدى قدراتي وانا داخل اللجنه دلوقتي، ما احاولش ان انا احاول اراجع قبل الامتحان بيوم كل حاجه من اول وجديد. يفضل بكتير ان انا لما اجي يعني احاول ان انا اختبر نفسي قبل الامتحان ليله الامتحان، ما يبقاش مذاكره من اول وجديد، يبقى عباره عن حل اسئله وتمرينات اكتر منها مذاكره وادخال معلومه. لان انا لما بدخل المعلومه في الفتره اللي انا اساسا متوتر فيها وقلقان وحاسس ان كل حاجه بتضيع وان الامتحان ضغط عليا، ده هيخليني امسح المعلومه القديمه، لان هيبدا يدخل الذكرتين في بعض بتوع نفس المعلومه. فانا عندي ان انا طالما انا حصلت كويس ودخلت المعلومه بشكل صحيح، اراجعها عن طريق استثارتها بالاسئله، مش استثارتها بان انا اعيد نفس الخبره تاني واعيد نفس الذكرى تاني فادخلها بطريقه مشوهه. يعني يتبقى لدخولنا الامتحان ان احنا بحل امتحانات بقى على قد ما اقدر. الجزء اللي انا هحس ان انا مش عارفه اغطيه في السؤال هو ده اللي انا ارجع له، فبالتالي ابدا استثير ذهني، ابدا اسال نفسي، فعقلي يعمل عصف ذهني، ابدا اطلع المعلومه، ادخل في مرحله التدفق، ان انا مش في جو بقى ان انا لا لازم ادخل المعلومه من اول وجديد، لان ده هيمسح المعلومه القديمه، هياثر عليها، خصوصا الحاجات اللي بتتحفظ مش بتتفهم. بالظبط. للاسف لما نيجي دلوقتي طالعين من اللجنه، اول حاجه تلاقي وجوم على بعض الوجوه من الاباء والامهات، خصوصا الامهات. ايوه. انت ما عملتش المساله دي، انت ما عملتش السؤال ده، ازاي سبته؟ ده كان سهل. طب قول لي عملت ايه؟ انا مذاكره لك امبارح. انا مذاكره لك امبارح. ايوه. تعالى بقى قول لي شفت اديك نقصت درجه 2. ده بيدمر بقى كل اللي جاي، يعني ده بيأثر على بعد كده اللي جاي. خلاص ما نرجعش، ده بعد كل الطاقه السلبيه خلاص سيبك اللي حصل بقى ولا يهمك. ما هي دي الازمه. احنا ساعات كتير يعني احنا بنبقى عارفين التعليمات كويس قوي بس احنا ما بنطبقهاش. يعني انا كأم انا عارفه ان المفروض ان انا ادي طاقه ايجابيه عشان ما ياثرش على بقيه الامتحان، بس انا في نفس الوقت انا لازم الوم وانبه وازاي، وانا صعبان عليا تعبي ومذاكرتي، خصوصا ان اغلب الولاد دلوقتي ما بيبقوش يذاكروا لوحدهم، ماما هي اللي بتذاكر، ماما هي اللي بتعمل كل حاجه، ماما صوتها وصل للجنان. بالظبط. فبالتالي انا ماما تعبانه، يعني زعلانه على تعبها هي، فاهماني؟ ما يعني ماشي انت لو حضرتك اللي داخله الامتحان زعلي، لكن هو ليه قدرات تانية، ليه سن مختلف، ليه حد اعلى في التحصيل، ليه فروق فرديه. ما ينفعش تقول له طب ما اخوك اهو جاوب، طب ما زميلك اللي كان معاك في الدرس مجاوب احسن منك، لا ما ينفعش، لان ده هيأثر في ثقته بنفسه، هيأثر على المستوى السلوكي والنفسي بقى في سكه تانية خالص. تمام؟ ممكن يوصل زي ما قلت لحضرتك لمرحله التبلد. طيب مش هم احسن مني، خلاص انا مش عايز، انا كده. تمام؟ فيوصل لمرحله التقبل السلبي. تمام؟ او يحاول يبقى احسن ويتحدى قدرات، وصل للسقف الاقصى قدراته ويحاول يبقى اكتر، فيضغط على نفسه اكتر، فتبدا تظهر عليه اعراض سلوكيه ونفسيه احنا في غنى عنها.
بيجي من ايه موضوع ان الولاد بيبقوا عارفين الاجابه وبعد ما يكتبوها يجي لهم شك يا عيني ويقوموا شاطبين عليها وكاتبين ويكتبوا اجابه تانية خالص بالظبط، واللي شطبوا عليها يكتشفوا ان هي دي الصح. بالظبط. بيجي من ايه ده بيجي من الاندفاعيه. في عندي حاجه هنا في الفصل الامامي اسمها الوظائف التنفيذيه. هو الفصل الوظائف التنفيذيه طبعا، والفصل الامامي ده اكتر جزء في المخ بيتاثر بايه بقى؟ بالموبايلز والتابلتس والاشعاع والراديشن والتعلق الكتير بالحاجات دي، فبيخلي الوظائف التنفيذيه ما بتقومش يعني بكفاءتها الكامله. ففي جزء من الوظائف التنفيذيه ده ليه علاقه بالاندفاعيه، السلوك الاندفاعي. يعني انا كده الموبايل والحاجات دي تاثر على طبعا التعرض لفترات طويله بيأثر، لان التعرض لفترات طويله من مسافات قريبه للاشعاع بيطلع موجات كهرومغناطيسيه بتعلي موجات المخ في المنطقه دي. يقول لك سيبك الكلام بيقولوا كده بس. لا دي حقيقه التعرض في سن صغير مدمر، في سن كبير مضر، لكن السن الصغير خطر، لان السن الصغير ممكن يعمل لي اضطرابات. السن الكبير قوي ايه مضر برضو، بيأثر على التعرض لفترات طويله، بيأثر على التركيز، بيأثر على الانتباه، خلينا بنسرح كتير، خلينا بننسى كتير، وانا اقول بركز قليل. بالظبط كده بالظبط. فمهم قوي ان انا اقنن كل حاجه. احنا لما بننام مخنا بيطلع الاشعه الضاره، ولكن لو انا بتعرض ساعات طويله قوي، فتره ال8 ساعات نوم ده لو نمناهم يعني ما بيطلعش كل الاشعاع اللي في مخي، فجزء منه بيتبقى فبيأثر على تركيزي. طيب انا دلوقتي هنيجي بقى للام الاخرى. احنا اتكلمنا عن المتوترات. الام اللي هي ايه هاديه ملهاش دعوه بحاجه ومش داخله في صميم المذاكره، سايبه ابنها هو مع نفسه يدير الموضوع، بس بتوفر له دروس. احنا مش بنضحك على بعض، دي الحقيقه. وبتوفر له تودي وتجيب، ده اخرها. وبتبتسم لما هو بيدخل الامتحان، لما يطلع عملت كويس ما عملتش كويس اشرب وانت حر، وعموما انت اللي هتفيد نفسك. دول ايه بقى؟ يعني نموذجين مختلفين. طبعا هو انا عايزه اقول لحضرتك ان احنا الوسطيه مطلوبه في كل حاجه. يعني النموذج اللي حضرتك قلتيه ده بالطريقه دي ده طبعا مضر للطفل جدا برضه. طبعا لان اولا انا بيحسسني ان الناس اللي معايا دي مش موجوده معايا، مش متعاطفه معايا او مش عايشه معايا الاجواء بتاعتي، فببدا انا نفسيا واحده ابدا انفصل عنها، ما احكيلهاش كل حاجه، هي احس بعدم الاهتمام او بالرفض منها، فقد اسعى للفت انتباهها بان انا اسقط اكتر عقابا ليها على ان هي اساسا مش مهتمه. طب خلاص، طب انا هو مش هعمل حاجه بقى، مش هي اساسا مش فارق معايا، انا مش فارق معايا. فاحساس الرفض ده او احساس ان ماما بعيده عني ده مش مطلوب خالص، ده مضر برضه. لسن قد ايه؟ في سن اكتر، يعني السن بتاع لغايه المراهقه المبكره، يعني لغايه مثلا 14 15 سنه. بعد كده المراهق نفسه بيسعى للانفصال، تمام، بس في نفس الوقت هو يعني عايز الاهتمام يفضل لحد 16 سنه بالأم. المفروض لا، الاهتمام بيبقى موصول، لكن انا بتكلم على ان نفسيا او يؤثر عليا اكتر ايه في سن الطفوله. ما هي ليها وجهه نظر تقول لك هو يعتمد على نفسه. انا عايزاه يعتمد على نفسه، يبقى قوي. انا كنت لسه هقول لحضرتك كده وتوصل وتجيب ما هو النموذج لو هو موجود معايا في الوسط في الاعتدال ده مطلوب. ليه؟ لان انا لما برضو اعود الطفل ان انا اللي بذاكر وانا اللي بعمل كل حاجه، هو اعتمد طلع شخصيه سلبيه اعتماديه عليا، ماما هي اللي هتحل لي الواجب، ماما هي اللي هتعرفني، فده صح مش صح طبعا. الاعتدال ان انا اسيبه يستقل ولكن ابقى متدخل معاه. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي هتذاكر ومطلوب منك ان انت هتحصل اهو، وفي الاخر هتيجي هنسمع مع بعض او هراجع لك الجزء ده او هختبرك، هعمل لك امتحان ولو جبت درجه كويسه فيه هديك مكافاه معينه، تمام. اسال انت عملت ايه النهارده، خدت ايه اللي بيحصل، احاول ان انا اتابع معاه، مش بس على الموضوع في المذاكره، كمان في حياته في المدرسه او في الدروس او في الدنيا، احسسه بالتعاطف، احسسه بالاهتمام، احسسه بالمشاركه، ان انا عايش معاك اجواء يومك وعارف مين مضايقك، طب عملت ايه المره دي. الاحساس ده، الطمانه دي، حتى لو انت مش بتذاكر معايا، الاحساس ان انت محتضنني او معايا ده بيكفيني يخليني اطلع لما ادخل بقى في مرحله التمرد والمراهقه والكلام ده، هتبقى صاحبي برضه، هيبقى كده انا مش لاقي حد احكي له غيرك، ما انا كده مش هلجأ غير ليك، لان انت معوداني على ده من البدايه. ولكن في المذاكره مهم قوي ان انا اعلمه الاستقلال، تمام. هو ده جميل، بس انا يمكن معلش انا هسأل في موضوع يمكن بيخص التربيه عموما بغض النظر عن توتر الامتحانات. ليه دايما الصحاب بيكونوا اقوى اجتذابا
لاصحابهم من الاب والام؟ علشان هم بيدوني اللي الاب والام مش بيدوني. مع انا ايه هقول لحضرتك، انا دلوقتي في مرحله المراهقه عايز احس ان انا كبير، عايز احس ان انا راجل، انا رايي مسموع، انا رايي ماخوذ بيه. فلو انا في البيت بفضل عامله على ان هو طفل صغير، او على ان هو او على ان انت ايه اللي انت بتقوله ده، او ان انا ما بشاركوش معايا في اي حاجه، باخد له انا قراراته، هيسعى انه يحقق ده بره، لان الناس اللي بره شايفيني ان انا كبير. تمام. فبالتالي هجرب معاهم وهنساق معاهم. هي دي المشكله بالظبط. فهبدا انساق معاهم واعمل اللي هم عايزينه عشان اثبت ليهم ولنفسي ان انا كبير. فلو انا محقق له ده في البيت، لو انا بشاركه معايا في القرارات، لو انا باخد رايه معايا في كل حاجه، لو انا بحسسه بذاته، مش هيسعى لتحقيقها بره. دكتوره دينا الاسكندراني، انا بشكر حضرتك جدا، بستمتع بلقائك. ربنا يخليك. في هدف احنا بنحاول نوصله للناس اللي عايزه يوصل لها هذا الهدف. بتمنى يكونوا استفادوا، وبتمنى تعديل السلوك للاباء والامهات يمكن قبل الاولاد، ولكن الاولاد في مرحله من المراحل للاسف بنلاقيهم يضيعوا منا علشان اصدقاء السوء. انا بشكرك، واعزائي المشاهدين احنا بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا. اعتقد ان احنا المانشيتات النهارده كانت مانشيتات ايجابيه، لقاءاتنا اللي بتدل على التسامح والموده والمحبه والوفاء والخير اللي بيننا وبين بعض هيفضل موجود لحد اخر نفس فينا. قدمنا لكم كمان الجزء الخاص بالاسعار والتسعير ومكافحه الاحتكار. قدمنا لكم اخيرا كيفيه التعديل السلوكي ونفسي لاولادنا ولانفسنا قبل منهم. اتمنى حلقتنا النهارده تكون مفيده لحضراتكم. انتظرونا الاسبوع القادم ان شاء الله، واسمحوا لي لمسه وفاء لزميلتي الحبيبه هويدا شمس ترجع لنا بالف سلامه، والف سلامه عليكي، وان شاء الله يا رب بأتم صحه والجميع مرضى المسلمين. دمتم جميعا بألف خير. الى اللقاء.